الجندي الاسرائيلي اللي قدامك ده بيوعد المصريين ان هم هيدخلوا سينا، ومش بس كده، ده بعد ما يستعيدوا الاسرى اللي موجودين في القطاع هياخدوهم ويدخلوا سينا في عيد الفصح اللي جاي، وهيحتفلوا بتحرير سينا من المصريين. واخد بالك؟ هيحرروا سينا من مصر. طب هل الكلام ده خطير او فعلا هم هيعملوا كده؟ الفكره كلها مش ان هم يعملوا كده، الفكره كلها في العلم اللي ورا الراجل ده، وبينه وبين الحدود المصريه الجدار اللي انت شايفه، والعلم المصري داخل سينا. هو تقريبا واقف في الارض الفلسطينيه من داخل القطاع، وفي ظهره معبر رفح، وقال لك بص خلاص احنا هنرجع الارض اللي هي سينا يعني زي ما كنا فيها قبل كده من 3000 سنه. واضح ان انتوا نسيتوا الكاستور ونسيتوا اللي حصل فيكم في 73. لو نسيتوا افكركم. المهم اللي مقوي الجيش ده هو احنا، التفرقه اللي بيننا وبين بعض هي اللي بتخلي الجيش ده قوي، لكن هو مش قوي. على سبيل المثال الجماعه اللي في سوريا، في ناس مبسوطين باللي اسرائيل بتعمله لان هناك الموضوع طائفي، فالطائفه دي مبسوطه في الطائفه دي والعكس. طب ليه ما تتحدوش مع بعض؟ هو عدوكم واحد. طب هل بقى هيكون في رد من الجانب المصري على الظابط ده؟ حضرتك الرد حصل، وقلته امبارح في فيديو ان مصر حركت الاس 300. انت العمق بتاعك هيبقى داخل اسرائيل. فالتحركات المصريه بتقول ان احنا جاهزين، واللي انتوا بتعملوه ده كله اساسا انتوا اللي هتودوا نفسكم في داهيه مش احنا. ربنا يحفظ مصر.